عشان انا ست زيك ويهمني امرك، مش عايزه اي واحده تدخل القناه دي وتخرج منها الا وهي فعلا داعيالي. انا مش عاوزه اكتر من كده. يمكن اول مره على قناتي هتكلم في حاجه زي كده، كنت في الاول شويه متردده، بس بعد كده قلت لا، طالما كلامي مش هيكون فيه الا الافاده يبقى لازم اتكلم واقول، وانتوا بقى بعد كده اللي هتقولولي استمر في النوعيه دي من الفيديوهات ولا لا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت برايكم. خلينا ادخل في الموضوع على طول واتكلم معاكي على نصايح خاصه جدا لكل ست متجوزه. واظن برضو ان لو في راجل شاف الفيديو هيبقى يهمه قوي ان مراته تشوف الفيديو ده، وممكن يبعته لها على طول، بالذات لو هي فعلا بتعمل كده. فانا عاوزه بقى احنا كستات كده في بعضنا نعرف الكلام ده ويبقى عندنا وعي، وما نديش فرصه ابدا لجوازاتنا ان هما يعملوا كده او يقولوا لنا كده. اول حاجه عاوزه اقولها لك، عشان جوزك يشوفك حلوه لازم تكوني واثقه من نفسك جدا. انت كست حلوه بكل حاجه فيكي، كل واحده فينا ليها جمالها الخاص. تخينه حلوه بتخنك، رفيعه حلوه برفعك، طويله قصيره حلوه زي ما انت كده، وبرضه ليكي جمالك الخاص. اصل انا هقولك على حاجه، الشاب في الاول لما بيجي يدور على زوجه تصلح فعلا ان هي تكون زوجه ليه، وتكون ام لعياله وتراعيهم وتراعي بيته وتعمل له الحلو كله والمحمر والمشمر، واحنا ما شاء الله علينا كستات ما بنقصرش. وفوق ده كله كمان اجيب له العيل اللي هو نفسه فيه، وغصب عني انا كست دي حاجه كده من عند ربنا. ممكن اتخن بعد الخلفه والرضاعه، شكل جسمي يتغير، ممكن اخس برضو من بعد الحمل والرضاعه. فمن هنا بقى في ستات كده بتكون عايزه قرصه ودن. بتضايق وبتعصب منهم انا دول. جوزي حبيبي قرة عيني، ستر وغطى عليا وانا ستر وغطى عليه، ما قلناش اي حاجه، قاعده كده في لحظه نفسيتي تعبانه فبفضفض معاه وبفتح له قلبي. انا متضايقه قوي، حاسه اني تخنت شويه. شوف كده ايه اللي حصل في بطني بعد الولاده، حاساها رهرطت كده شويه. ده انا ظهر لي في جسمي علامات، بص العلامات اللي ظهرت لي في جسمي. يبدا بقى من هنا الاستاذ بعد ما كانش اصلا واخد باله، او ممكن يكون واخد باله بس مش مركز قوي، احنا بقى نخليه يركز. هو اصلا واخد باله يا سهى، واخد باله بس عارف ايه سبب اللي انت فيه ده، فعشان كده ما بيتكلمش. انت بقى اديتيله الفرصه انه يتكلم وانه يعلق، ومش بعيد بعد كده يعرف ايه اللي بيضايقك ويركز فيه او يركز عليه او يفضل ينتقدك. انت شكلك بقى عامل كده ليه؟ انت تخنتي قوي كده ليه؟ انت ليه سايبه نفسك كده؟ ده دراع ده ولا سيخ شاورما؟ طب لو انا جوزي اصلا من الناس اللي بتنتقدني عمال على بطال، يبقى لازم اتعامل مع الموضوع ده معامله جذريه، ان انا لازم اقطعه خالص واقطع الكلام فيه، اتعامل ببرود واتعامل ببجاحه شويه عشان اقطع الكلام في الموضوع ده خالص. اصلا ده عزي يا حبيبي، ولا ده من بعد ما عندكم؟ تصدق انا كنت لسه هسألك كرشك ده ولا بطيخة؟ قال لي انت خسيتي قوي كده ليه؟ تصدق فعلا انا لدرجة الناس في الشارع بتقول لي يا انسة، اللي بيعرف ان انا متجوزة ما بيصدقش اصلا. احلويت بعد ما رفعت صح؟ بقيت شبه الموديل. انا كمان ابدأ اثبت له كده فعلا، يعني هو مش كلام وخلاص، ابدا اعمل حاجات فعلا تبرز جمالي او تخليه ياخد باله ان انا فعلا حابه نفسي بشكل كده، لاني انا اصلا حلوه كلي على بعضي. عندي عيوب وانا ملاحظاها او شايفاها، يبقى احتفظ بيها لنفسي واحاول ما بيني وما بين نفسي كده احلها في الكتمان. تاني نصيحه عاوزه اقولها لك، واسفه جدا اني هتكلم في الموضوع ده بس حسيت ان لازم اتكلم فيه والفت انتباهك. بلاش جوزك يشوف السيء منك، بلاش يتقرف منك. سوري جدا على اللي هقوله، بس بلاش مثلا يكون وقت البريود جوزي يدخل الحمام يشوف الحاجة بتاعتي او اكون انا ناسياها في الحمام. ما ينفعش، مرفوض نهائيا. ما ينفعش هدومي الداخلية المتوسخة اكون لسه قلعاها وحطاها على الحوض او رمياها كده ان هو ممكن يدخل الحمام ويشوفها، او حتى على الغسيل من فوق برضو ما ينفعش ابدا. يكون فيها مثلا ريحة مش كويسة، فيها افرازات، فيها حاجات زي كده، ما ينفعش يشوف حاجة زي كده خالص. ما ينفعش تكون ريحة عرقي نفاذة وبرضه هو ياخد باله من حاجة زي كده. ريحة بقي مش حلوة، لازم اعرف فين المشكلة عشان احلها
قبل ما ياخد باله. حتى لو انا عاوزه اقول له ان انا مثلا تعبانه او عندي مشكله، انا حاسه ان انا تعبانه من كذا، انا عاوزه اروح لدكتوره عشان اكشف، بدون الدخول في اي تفاصيل، من غير ما اشرح، من غير ما اوري، من غير ما افرج، من غير بص، من غير شوف، من غير كده. انتوا فاهميني طبعا. يعني مش لازم ادخل في تفاصيل، ومش لازم اشرح شرح دقيق للحاجه اللي انا حاسه بيها، ومش لازم اوري اصل انا حاسه بهرش، اصل انا مثلا في افرازات بص لونها عامل ازاي، بص عامله ازاي، اصل كان انا عندي حبايه فرحت فضيتها فطلعت حاجه لونها كذا. كده غلط خالص، لانك بعد كده هيجي في وقت معين هيبقى قرفان منك، حتى لو هو ما ظهرلكيش حاجه زي كده، لانه هيبدا يتخيل الحاجة اللي انت وصفتها له او الحاجة اللي انت وريتها له، او شوية هيكون بيتعامل معاكي وهو نفسه شايلة شوية. مش كل الرجالة بتفهم ان الحاجات دي ممكن يبقى سببها مرض او تعب، او ان في ايام معينة او في وقت معين بكون محتاجة لعلاج، بكون محتاجة ان اكشف. متخيلة انت الدنيا دلوقتي بقت عاملة ازاي؟ متخيلة بقت متفتحة قد ايه؟ على الفيسبوك، على الانستجرام، على التيك توك، بنات وستات وعاملين في نفسهم العجب. ويبدأ من هنا بقى يقارن ما بينك وما بينهم، او ما بين زميلته اللي في الشغل اللي دايما على سنجة 10، اللي حاطه الضوافر وحاطه الرموش، واول ما بتدخل مكان الشغل ريحه البرفان بتاعها بتقلب المكان. يعني شايف حد قدامه في احسن صوره طول الوقت، وشايفك انت بالصوره اللي عكستيها لنفسك، او بالصوره ان انت بتصدرها له طول الوقت. اكيد فهمتوني، لاني مش هعرف افسر اكتر من كده. تالت حاجه لازم اخد بالي منها، ان ما ينفعش ابدا اخد راحتي قدام جوزي، عشان هو جوزي حلالي حبيبي ابو عيالي ستر وغطى عليا معاكي وحلو جدا، هو جوزك وحلالك وستر وغطى عليكي وكل حاجه، بس لازم يكون في خط احمر ما بيني وما بينه، لازم يكون في حدود، لازم يكون في خصوصيات، لازم احافظ انا على اللي باقي مني او على ملامحي كأنثى. اخد راحتي معاه بس مش في كل وقت ومش في كل حاجة، لاني لو ضيعت نظرته ليا كأنثى هيشوفني واحد صاحبه، او هيشوفني ام العيال عايشه بتربي العيال، اي واحده بتراعيني وبتراعي بيتي وبتعمل لي لقمه وبتغسل لي الهدوم بتاعتي. اسفه جدا في اللي هقوله، بس ما ينفعش اكون قاعده قدامه منطلقه او مطلوقه كده، او اللي واخده راحتي زياده عن اللزوم. ما بقاش قاعده مثلا ساندة ايدي او حاطه ايدي على كرشي كده وبطني طالعه وسايبه نفسي، مش ظابطه جسمي او مش ظابطه نفسي وانا قاعده. هيبدا من غير ما انت تاخدي بالك تلفتي انتباهه، هي عامله كده ليه؟ حتى لو انت فيكي عيب بتبرزهوله اكتر، لو هو مش واخد باله من العيب ده انت هتقولي له لو مش واخد بالك خد بالك، بص انا بطني كبيره ازاي، بص انا قاعده عامله ازاي. ما ينفعش ابدا، ما ينفعش نكون قاعدين بناكل مع بعض اكل بشراهه، ايدي مزيته متوسخه، بقي متوسخ، ما ينفعش. ما نبقاش برضو قاعدين بناكل وابقى غرفه لنفسي ضعف الكميات اللي انا غرفها له، اعمل اصوات وانا باكل، اعمل اصوات من اي حته وانا باكل او وانا حتى مش باكل. كل ده مرفوض نهائي. ما ينفعش اقعد اعمل سويت قدامه تحت مسمى انه جوزي. صدقيني مش هيبقى شايفك ابدا زي ما انت متخيله، اللي هو جوزي حبيبي اقرب حد ليا فيشوفني عادي في كل الاوضاع. ده حلو جدا، بس صدقيني مش في كل الاوقات. صاحبتك هتفهم مشكلتك، اختك هتفهم مشكلتك، مامتك هتفهم مشكلتك وهتشوفك زي ما انت بتوصلي لها الكلام او بتوصلي لها احساسك، لان هي ست زيها زيك فهتفهمك. انما جوزك لا، مش هيبقى شايفك بالطريقه اللي انت بتوصلها له او اللي انت متخيلها. اقرب حاجه عندهم هي المقارنات، وده برضو مش مبرر ابدا للخيانه. وعمري في حياتي برضو ما هبقى قاعده 24 ساعه على سنجة 10. ده الواقع. انا واحده غصب عني بتقف قدام البوتاجاز، بتطبخ، بتكنس، بتمسح، بتغسل، بتنظف، بتشوف طلبات العيال، بتغير للعيال، بتروق. يعني عادي جدا تكون مثلا يجي عليها وقت هدومها متوسخه، شعرها منكوش، قمطه شعرها، مبهدله شويه، عرقانه شويه،
احنا طاقة بتستهلك وبتستنزف، فهيجي عليكي وقت هيشوفك في حالة من الحالات دي. زائد ده كله انت بتتكلمي وبتعكسي صورة عن نفسك سيئة، وان في حاجات في نفسك مش عاجباكي، يبقى انت عاوزة هو يتغير من ناحيتك، واوقات كتير يتجنبك ولا لا. واحدة دايما بتقوله ده انا فيا وفيا وفيا ومش عاجبني ومتضايقة وكذا وبص وشوف، والتانية بتقوله يا حبيبي ويا بيبي ويا معرفش ايه ويسوي ايه وعاملة ومسوية في نفسها. يبدأ هو يبص، يبدأ يقارن، يبدأ يفضفض مثلا لزميلته، ده انا مراتي بتعمل كذا، ده انا شايف فيها كذا، دي بتسوي كذا. تبدأ هي تستغرب وازاي يحصل كده، وطبعا وتعمل نفسها كأنها ما سمعتش الكلام ده كله او لأول مرة بتعرفه. انا هنا اللي هكون اديت الفرصة، وانا اللي مهدت الطريق لكده. هرجع واقول لك تاني، ده عمره ما يكون ابدا مبرر للخيانة او انه سبب انه يبص بره، لان اللي بيحصل لنا ده 99% بيكونوا هم اصلا السبب فيه، يا بيكونوا هم السبب فيها، يا بنكون احنا بنعمل كده عشانهم. لا، انا خليه يشوفني بصورتي الحلوة، بصورتي الكويسة، بس مش لازم يعرف السر ايه ورا الحلو اللي انا فيه ده، ايه مش لازم يعرف ايه اللي انا عملته علشان ابقى حلوة وكويسة كده، هو ما يخصهوش ولا ليه دعوة اصلا. معظم المشاكل او 90% منها بيكون سببها جوازاتنا. ده ما بقاش يحبني زي الاول، ده بيهملني، ده ما بيدينيش حقوقي، ده كأنه مش شايفني. الحياة بتتغير، عمرها ما هتكون كلها بدايات، بسبب ضغوطات الحياة وبسبب المسؤوليات، فغصب عننا الحاجات دي بتغيرنا، بس ما بنكونش متعمدين او قاصدين ان احنا نبعد عن بعض او ننفر بعض. بيجي علينا اوقات كتير جدا بنكون مش من اولويات بعض، لان عندنا اولويات تاني، بس ابدا ما بنوصلش لمرحلة النفور او انه يكون بيبعد عني وهو قاصد. انا عاملة اللي عليا ومش مقصرة، انت بقى هتتبطر او هتتعوج، لا وقتها هيكون ليا حق وكبير قوي كمان. بس كده، وده كان فيديو النهارده. يا رب اكون قدرت افيدك على قد ما اقدر، وقدرت برضه اوصل لك المعلومه من غير تجريح ولا احراج. ولو عاوزين نستمر في السلسله دي يا ريت تعرفوني في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله، وانتي احسن واجمل ست في الدنيا كلها. ويلا سلام.